الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. ازيكم يا بنات؟ وحشتوني خالص، يا رب تكونوا بخير. بشكركم جدا جدا على دعمكم ليا وعلى استجابتكم. وقلت لكم يعني تضغطوا لايك وكده عشان خاطر الفيديو يوصل لعدد معين، عشان القناة ما توقفش معايا، لاني للاسف والله القناة مهما تتعب عليها ومهما تعملي مجهود بتقف الفيديو عند اللايك. يعني مثلا لو ما ضغطتيش لايك وكده وشاهدت الفيديو ما بيبقاش مؤثر قوي لليوتيوب، لكن كل ما تضغطي لايك كل ما بتساعديني ان الفيديو ينتشر اكتر واليوتيوب يطرحوا اكتر لعدد من اشخاص كتير خالص. يا رب تكون رسالتي وصلتكم، ويا رب تدعموني بجد، لان بحبكم والله جدا وحابه القناه على الاخر ان انا اقدم فيها محتوى، ولسه انا في البدايه، وباذن الله هعمل حاجات كتير اكتر واكتر نفيد بعض بيها. تعالوا مع بعض نبدا روتين. زي ما شايفين، اول حاجه الروتين بتاعته غسالة الرخامه، بغسلها من وقت لوقت لاني انا عندي الشفاط بايظ خالص. فلما الشفاط بايظ عندي وتتراكم عندي الدهون لفتره طويله، فان شاء الله ربنا ييسر الحال. ناوي اشتري بوتاجاز مع الشفاط باذن الله، بس شويه لقدام ربنا ييسر الحال باذن الله ويرزقنا. وبعد كده زي ما شايفين هاخد معانا الصاله هنضفها كويس خالص، وهحاول على قد ما اقدر اشيل الكركبه دي. انا جبت شامبو. الشامبو ده للانتريه وللسجاد، تمام، عجبني خالص. واحدة قبل كده شكرت لي فيه، فقلت اجربه معاكم باذن الله ان شاء الله كده في حدود يوم او يومين، تمام، قبل ما يدخل علينا الشتاء، لان الانتريه بتاعي اتبهدل خالص، تمام، بسبب العيال. انتوا زي ما عارفين العيال بيكونوا ماكلين، وساعات بيحطوا مثلا حاجات على، بيحطوا ايديهم على الانتريه. ساعات مثلا ايديهم تكون مليانه شوكولاته، اكل، اي حاجه كانت، فمكركبين الدنيا خالص، تمام، العيال. لان الاطفال زي ما عارفين صعب ان انت تتحكمي فيهم، وانت اكيد معاكم اطفال وانا اطفالي، عشان خاطر يعني انا قاعده في محافظه كتير، فهم في محافظه بعيده عن اهلي وكده، فتلاقيهم على طول حركين لاعبين زيادة عن اللزوم في وشي على طول، تمام. غير لما انت بتغيري جو وكده بتروحي عند اهلك حل. فانا قاعده في محافظه غير محافظتي، ربنا ييسر الحل للجميع يا رب. صعبه جدا جدا ان انت تكوني بعيده عن اهلك، تكوني كل حاجه الليله شايلاها لوحدك. انا عارفه فعلا هو محدش بيشيل حد ولا اي حاجه، بس يكفي ان انت مثلا لو كنت في مكان قريب جنب اهلك، لو انت متضايقه، لو انت زعلانه، لو اي حاجه مضايقاكي بتفكي عن نفسك شويه، بتحكي لاهلك، باباكي، مامتك، مثلا اختك، اخوكي كده، مرات اخوكي، فبتفضفضي معاهم، فبتحسي الدنيا يعني هدت شويه. مش لازم يعني الغير يشيل عنك، كفايه الكلمه الواحده بتريح، تمام. فانا يعني بحاول على قد ما اقدر والله ان انا ابسطهم واساعدهم، ان احنا ما بنخرجش كتير خالص، عشان خاطر زي ما قلت لكم انا قاعده في محافظه غير محافظتي، وربنا ييسر الحال. واتمنى ان الفيديوهات بتاعتي تكون بتراضيكم، يعني لو حاجه بسيطه خالص. انا عارفه ان يعني الفيديوهات بتاعتي بسيطه خالص، وفي ناس بتقدم محتوى يعني كبير وجميل جدا، بس انا بترجى يعني يعني مستنيه من ربنا ومنكم، وان قناتي تكبر وتدعموها بيكم انتوا، ورجائي بالله عليكم تضغطوا لايك كتير، ربنا يخليكم يا رب ويحسن ما بين ايديكم. وزي ما شايفين دخلت على اوضه النوم، الاوض عندي ضيقه لان مساحه الشقه ضيقه خالص، تمام. فبحاول اشيل التسريحه، لان انتوا زي ما عارفين في الجوانب دي لما انت ما بتشيلهاش بتاخد فتره بتتراكم عليها زي اتربه وكده، فبتبقى زي طين، فانا عايزه اشيلها وانضف فيها، تمام. والغساله برضو ربنا ييسر الحال. الخرطوم يا بنات على طول بخليه بينه وما بين الحمام، يعني صب في الحمام، لاني عيالي ده حطوا لي حاجات كده فيها فقفلت معايا. وده عايزه اوريه لكم بصراحه، يعني انا مستاءه من الموضوع ده خالص. رز اشتريته زي ما قلت لكم، مشتريهاتش، انا مش عارفه الرز يعني الكيلو غالي والله، يعني مش عارفه 16 ونص ولا 17، عشان مش فاكره من كام يوم اشتريت الحاجات دي، فمش فاكره ايه، يعني انا مش عارفه ده. ولما جيت طبخته فعلا يا بنات تحسي الطعم بتاعه، يعني مش حاساه رز والله، يعني بصوا مكسر خالص خالص. هو اسمه رز الاسطوره، الله المستعان، معرفش ايه ده بالظبط. فالحياة صعبة. تعالوا مع بعض النهاردة خلاص هنبدأ. هعمل لكم العدس، تمام. العدس بنحبه خالص في الشتاء، فالحمد لله على كل حال. هوريكم الطبيخ. زي ما شايفين الرز بعد ما سويته ما حسيتوش رز اصلا،
فعملنا النهارده شويه رز وشويه عدس، نعمه من عند ربنا، مش لازم يعني لحمه. تمام، ممكن تعملي حاجه بسيطه خالص بأقل التكاليف، وفي نفس الوقت تبسط اولادك لو عملتيها بطعم جميل وطعم حلو. تمام. في حاجات عملت العدس هعمله النهارده بالطماطم والبصل. هحمر البصل زي ما شايفين عادي كأني بطبخ، يعني كأني هعمل تقلية. تمام. او مثلا تخديعة، خلينا نقول تخديعة. تمام. بعد البصل ما يتحمر معانا كويس خالص، تمام، هحط الطماطم وبعد كده مكعب المرقه وبعد كده البهارات المعتمده عندي اللي هي عباره عن كزبره وكمون والملح، هظبط الملح معايا. تمام. وبعد كده خليهم يسبكوا مع بعض كويس خالص لغايه ما تتبخر الميه في الطماطم عشان الطعم الحموضه بتاعها يروح. ولو الطماطم حامضه معاكي خالص حطي معلقه سكر، بصراحه بتظبط الدنيا خالص، او اقل على حسب كميه الطماطم اللي انت عايزاها. بس اهم حاجه الطماطم تغلي غلوه حلوه، لان اول ما اتبخرت بتبقى حلوه خالص. تمام. بعد كده يعني اول ما اتبخرت قصدي بتروح الحموضه منها بتتسبك ويبقى طعمها مسكر وحلو خالص، تقدري تحطيها في الطبيخ او في اي حاجه انت عايزاها. بعد كده هحط العدس بتاعي وغسلاه كويس خالص، وبعد كده زي ما شايفين دمجته مع الطماطم او التخديعه بتاعتي. تمام. لغايه ما ياخدوا يدوا مع بعض، هخليه يغلي غلوتين 3 لغايه ما يستوي كويس. تمام يا بنات. وبعد كده اضربه في الخلاط. هحط الملح، انا الملح بحب احطه في المرحله الثالثه او المرحله الاخيره من الطبيخ كله، عشان هو بيعجز موضوع التسويه. تمام. فبحب احطه في الاخر. حتى شوربه اللحمه بسيط او شوربه الفراخ بسيط لو حطيت ليها ملح، لاني ساعات بنسى وممكن ازود في الطبيخ، ممكن ازود يعني مثلا في الرز، في اي حاجه كانت ممكن ازود فيهم، فيبقى ملح معايا بما فيه كفايه يعني. تمام. خلاص هضربها في الخلاط. لو عندك هاند بلندر، لو عندك خلاط، بس بحس الهاند بلندر اقوى، الخلاط انا اسفه. فضربته في الخلاط، بجد طعمه جميل جدا جدا جدا، روعه. ممكن تشوفوه حاجه بسيطه حاجه عاديه، بس اتمنى تجربوه بالطريقه دي. ليه كذا طريقه بالشعريه، وممكن تحطيه بالخضره زي ما عملته في مره، قصدي بالخضار. تمام. مشكل عندك اي حاجه تحطيها معاه وبعد كده تضربيها، وبعد كده شويه شعريه. ممكن تعمليه كده ساده بالبصل والطماطم بس ومكعب المرقه والملح وحبه البهارات اللي قلت لكم عليه. بجد الطبق ده يستاهل ان انت تجربيه. يا ريت